بصوا بقى لبست اهو، بس ما حملتش عليها يعني، يا دوبك حطيت فيها الفلوس بس و... وحطيت فيها التليفون التاني اللي هو في الخط التاني بس. وهذه هي فاينل لوك بتاع السوق. هذه العباية كده. يلا بينا ننزل بقى نتكل على الله ونشوف هنجيب ايه. يلا بينا. نجيب باقي الخضار ثواني. بصوا بقى، انا جبت كل الحاجه اللي كانت ناقصه البيت بصراحه، بس البطاطس رفعت قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ب20 جنيه الكيلو والله. الفلفل الالوان الكيلو ب15 جنيه، رخيص. اخر مره كنت جايباه تقريبا ب25، نزل كده 10 جنيه. تعالوا نحطه على الارض بقى. انا جايبه خضار واخد مني 150 جنيه، خضار 150، لان مش كل حاجه عارفه اسعارها بصراحه. اللي سالت عليه البطاطس قال لي ب20، لان كنت عارفه ان هي هترفع. والفلفل الالوان قال لي ب15. جبت بقى كوسه، وجبت فلفل رومي، وجبت بتنجان رومي. النهارده عايزه اعمل مسقعه. تمام. وجبت ايه يا قلبي، وجبت جرجير، وجبت خضره، وجبت عجينه طعميه عشان الفطار. ايه يا حبيبي، اغسلك خياره، اغسلك خياره، انتي بتحبي الخيار. جزر. انتوا فاهمين بقى، حفظتوا. انا بنزل السوق جزر وخيار و... واسمها ايه دي، وكوسه اساسي بصراحه عشان الخضار. تمام. اللي بعمله اللي بفرزه اللي هو السوتيه او الخضار المشكل ده. وجبت طماطم ناشفه علشان السلطه. انا عندي اللي مفرزاها معاكم اخر مره في الفيديو، برضو لسه عندي. جبت بقى بطاطس. جبت البطاطس الصغيره دي ب15 جنيه، وجبت الكبيره دي ب20. انا بستخدم بطاطس كتير. انتوا فاهمين الاطفال، يعني الاطفال اصلا بالنسبه لهم البطاطس دي مهمه جدا. ليه بقى؟ بتحمريها، بتعمليها لهم مسلوقه، بتعمليها لهم. يعني انا بدخل البطاطس لياسر الصراحه في كذا حاجه، لان هي اكتر اكله هي بتاكلها، فبحاول ان انا انوع لها. فانا بستخدم بطاطس كتير، فلو كانت بكام انا هجيبها. يعني انا مش هعرف ان انا ما اجيبهاش، لان هي بتاكلها. يعني فاهمين قصدي؟ الطفل لما بيجي ياكل اكله انت ما بتصدقي، فخلاص بقى انت بتمسكي فيها، اللي هو لا خلاص هجيب لك اللي انت عايزه. فكده كده انا بجيب البطاطس، فربنا يا رب يعافينا والحاجه تنزل شويه. جبت كمان جبنه قريش. الجبنه القريش ب80 جنيه، جبت ربع. الحتتين دول ب20 جنيه، كنا بنجيب الكيلو كله ب20 جنيه. وجبت كمان فول اللي هو النابت او الفول المنبت دوت. جبت نص كيلو، نص عامل 20 جنيه، الفول ب40. برضو بحب ان انا اعمله في مره كده كنوع من انواع اليوم اللي بيمشي خفيف شويه، جنب طعميه، جنب بتنجان مخلل، الكلام ده كله. فاهمين قصدي؟ يعني يوم من الايام الخفيفه. بس النهارده ان شاء الله قلت هعمل مسقعه. جبت كمان علبتين زبادي بلدي. انا بحب الزبادي البلدي واللبن البلدي، ما بحبش اللبن اللي في العلب ولا زبادي الشركات. يعني اللبن والزبادي البلدي هم دول اللي بحبهم بصراحه. نعم يا قلبي. بس جبنا الحاجات دي. تعالوا بقى نظبط الدنيا ونفطر كده ونروش على نفسنا بقى، ونشوف هنعمل ايه النهارده. يلا بينا. اول حاجه طبعا معلش على صوتي في اول الفيديو، لان انا حرفيا كنت لسه صاحيه من النوم، يعني يا دوبك شطفت وشي ونزلت. فعارفين تحسوا ان انا ببقى قايمه مزكمه خانفه مخنفه، فصوتي بيبقى رايح في داهيه. المهم صلوا على النبي، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. وشجعوني، لان انا فعلا بسبب قله التفاعل على القناه ده مخليني فعلا مش بنزل عليها اي حاجه، او قليل قوي لما بنزل عليها حاجه. عارفين مفيش حماسه كده ان انا انزل بقى فيديوهات كتير على القناه وان هي تكبر وكده. كبرت شويه ووقفت، وانا خلاص لما لقيت التفاعل الميت فقلت خلاص ايه، مش مستدعيه التعب يعني اللي انا بتعبه في القناه وكده. فامانه اللي يشوف الفيديو لحد هنا يفعل الجرس ويشترك في القناه علشان يوصلوا الفيديوهات الجديده ان شاء الله. وفيديوهاتنا هنا بقى تبقى حلوه وطويله والكلام ده كله.
المهم، بعد ما جبت الحاجة كده دخلت اول حاجة على المطبخ، طبعا بشيل المواعين بتاعة العشاء بتاعة بالليل. بحب افضي كده قدامي المطبخ والرخامة، وبحب افضي كل حاجة كمان علشان المطبخ عندي صغير، فلو الدنيا عندي زحمة بقى على رخامة المطبخ او الرخامة اللي جنب الحوض بتسحمني يعني بتضايقني، فاهمين؟ فبحب ان الحاجة تبقى ايه، يعني تبقى قدامي فاضية، فعشان بقى ايه المواعين الجديدة اللي احنا هنبدأ بيها اليوم ان شاء الله. فهنا بقى كنت بفضي اول حاجه الخضار في التلاجة، وانا ما بغسلش الخضار قبل ما بحطه في التلاجة. كل واحد ليه نظام في البيت بتاعه. انا ما بغسلش الخضار، انا بحطه على طول في الدرج، ولما باجي اخده من درج التلاجة الصراحه بغسله كويس جدا وببدا ان انا استخدمه. انا علشان اغسل الخضار كله لازم اغسل الخضار وانشفه، هياخد مني وقت ومجهود كبير جدا. دي حاجه. تاني حاجه، انا ما عنديش حد بيفتح التلاجة وياخد حاجه من التلاجة من غير ما تكون مغسوله، فاهمين قصدي؟ حتى بنتي لما ان شاء الله تكبر وتفهم اعرفها ان الحاجه تاخدها تغسلها الاول، وان الحاجه ما بتتحطش مغسوله. الحاجه الوحيده اللي ببقى غسلاها ومظبطاها هي الفاكهه، لكن غير كده لا، الخضار انا ما بغسلهوش. في ناس بتغسله وبتنشفه بالواحده، فكل واحد بصراحه ليه نظامه، وكل واحد يعني بيبقى ليه طريقته في الخضار. فقولوا لي بقى مين بتغسل الخضار قبل ما بتحطه في التلاجة ومين لا. بس هنا بقى كنت بظبط الدنيا زي ما انتم شايفين، وهمسك كمان الفلفل الالوان كله بقى، قلت مش هسيبه خالص في التلاجة. هنا فضلت افكر طب احط شويه في التلاجة، يعني قرن وقرن مثلا كده، ولا اقطعهم كلهم؟ بعدين قلت لا بصراحه اشيلها اقطعهم كلهم واحطهم في الفريزر، بحيث ان انا اخد منهم على طول استخدمهم بقى، احطهم في الخضار، ادخلهم مثلا في الفراخ، في الكفته، في الفاهيتا، في الشاورما، الكلام ده كله. فاهمين قصدي؟ وغير كده كمان انا عندي الفلفل الالوان ما بيقعدش، انا بستخدمه كتير، يعني فاهمين؟ انا بستخدم الفلفل الالوان كتير، ولو عوزت تاني هو اصلا كمان سعره رخص الايام دي فهجيب منه، يعني فاهمين قصدي؟ هجيب منه تاني وكده، لاني انا بحب ادخله جدا لبنتي في الاكل بصراحة. هنا برضو كمان قلت هعمل الفطار، وبما ان الايام دي ادعولي بس اكمل من نظام اكلي شويه الحمد لله، لان بصراحه بصوا انا كل عباياتي ضاقت عليا، وضاقت بمنظر مستفز، يعني بقت رخمه. فلحد هنا قلت ستوب، يعني هستنى ايه بعد كده؟ فاهمين؟ دلوقتي كل عباياتي حرفيا اللي بنزل بيها ضاقت، وبقت منظرها مش حلو، وانا اصلا تعبت، يعني بقيت تعبانه وانا ماشيه، وبقيت بنهج، وبقى فعلا حاسه ان في حمل على رجلي. فلحد هنا بصراحه قلت لا ستوب، انا هستنى لحد ايه، يعني اكل كل اللي انا بحبه، واكل الاكل اللي انا بعمله واللي انا بحبه، بس بصراحه بكميات. يعني موضوع ان انا لا اقعد اكل لحد ما املى بطني دوت، قلت بصراحة مش هعمل كده خالص، حتى مش هعمل كده مع بنتي. يعني والله العظيم الأيام دي عايزة اديكم نصيحة، دايما دخلوا للولاد الاكل اللي احنا ما بناكلهوش، يعني الاكل اللي الصحي اللي احنا ما بنحبش طعمه، واللي احنا ما تعودناش عليه واحنا صغيرين، دخلوه لولادكم. يعني انا ما بحبش اكل الفلفل الالوان كده، بحب ادخله مع الاكل. عودت يسر مثلا ان انا اديها كده منه وتاكله. الفلفل ده كله فيتامينات وكله فوائد وكله حديد، انتوا مش متخيلين، وما فيهوش ذره حاميه، يعني ما فيهوش ذره حميان او حرقان مثلا تخافي. الفلفل حلو اصلا، هو اسمه فلفل حلو، مسكر كده وكله فيتامينات. عودت يسر ان هي تمسك تنقنق فيه كده، انا معرفش اكله كده سبحان الله. عودت بنتي تاكله. يعني في مره كنت وانا بتابع مع يسرا عند دكتور الاطفال، ولما كانت اقل من كده، يعني لما كانت سنه واقل من سنه، فلما كنت بقول له يا دكتور كل الناس بتقول لي ان بنتي وزنها خفيف، قال لي انا ما بدورش ان العيل يتخن وهو صحته مش كويسه، انا عايز العيل يبقى صحته كويسه ومش يتخن. ففعلا قلت انا يعني مش هدور ان بنتي تتنفخ وتبقى يعني منفوخه قوي، وكل اللي يشوفها يقول لي ده بنتك حلوه وتخينه ومقلبظه وهي صحتها مش حلوه. ففعلا ما بقتش ادور على كده خالص، بقيت ادور ان هي تبقى صحتها كويسه، فبقيت ادور على الاكل الصحي اللي اديهولها اللي يخلي صحتها كويسه ان شاء الله باذن الله، وان هي ما تتنفخش على الفاضي. انا مش عايزه نفخه على الفاضي، انا جربت النفخه وانا صغيره ولحد دلوقتي بعاني منها، ان انا جسمي بقى قابل جدا للتخن، ولما كبرت بقيت اعاني ان انا انزل الوزن ده. فانا مش عايزه بنتي ابدا ابدا تتحط في النقطه دي، انا عايزاها دايما تحافظ على وزنها وتحافظ على جسمها. فدي الحاجه اللي انا يعني ان شاء الله باذن الله هحاول دايما امشي عليها. لو تلاحظوا حتى انا بحاول بقدر الامكان ان انا ادي بنتي نفس الاكل اللي انا باكله، لان انا بحاول ادخل لنفسي برضو اكل مفيد، فباكله لها معايا، وحتى لو انا مش عاجبني الحاجه باكلها علشان هي تحبها. فاهمين؟ انا عايزه دايما ان هي تبقى صحتها احسن مني، وان هي تحافظ على وزنها اكبر مني، وهفضل مديها ثقافه انك حافظي على وزنك
وان انت ما تتخنيش. وهفضل باذن الله هفضل متابعه في النقطه دي، لان بصوا انا اتعقدت. يعني لما اتعقدت من حاجه فانا مش عايزه والله اكررها معاها خالص. وانتوا يا جماعه ما تجروش ورا اللي يقول لكم ابنك وزنه ضعيف. الفاصل ما بينك وما بين اي حد شايف ان انت مهمله في ابنك الدكتور، او تحاليل ابنك، او صحته. يعني دايما كانت برضو يقعدوا يقولوا لي اديها مش عارفه اديها ايه، فانا كنت ماشيه بكلام الدكتور او اروح اساله يقول لي كذا ممكن يعمل لها بوادر حساسيه مش عارفه ايه، كذا ممكن يضرها في ايه، فاحنا بنأجل دخول ده علشان الطفل يبقى جسمه كذا. فما كنتش بسمع كلام حد ابدا. والله العظيم انا كنت ماشيه بهسهس، ما كنتش بسمع كلام حد، كنت بمشي ورا كلام الدكتور. ومهم قوي ان انت تتابعي لحد ما ابنك ان شاء الله او بنتك يكملوا سنه على الاقل، تتابعي مع الدكتور. ودايما تبقي فيه استشارات شهرية على الأقل. وزن، صحة، فتحة الدماغ مهمة. يعني حاجات كتير قوي أنا دخلت فيها مع بنتي واستفدتها لما تابعت بصراحة مع الدكتور. هو فادني في حاجات كتير قوي، فادني في حوار لين العظام. لان يسر انا كنت بخاف اكلها حاجات كتير قوي لحد الشهر الرابع والخامس، فهو اللي قال لي لا مش عايزين نخش في لين عظام، وبدا يكتب لي على الحاجات المفيده اللي اديها لها. فما بقتش بسمع كلام حد غير كلامه، غير كلام الدكتور اللي انا بثق فيه. والحمد لله فاهمين قصدي. فانا دايما دلوقتي بحاول ان انا ادخل الاكل المفيد والصحي علشان بنتي قبل ما يكون عشاني. المهم بقى هنا بعمل الفطار. جبت بطاطس سلقتها كويس قوي وهرستها وحطيت معاها بيضه. هعمل زي عجة البطاطس، بس عجة بطاطس بالبيض كده. وحتى مش هحط مادة دهنية كتير، هحط حتة زبدة صغيرة جدا. يعني عارفين حتة صغيرة قوي بحيث ان هي بس ايه يعني تخلي بس البطاطس تتحمر كده وتطعمها. فاهمين قصدي. وعلشان انا معوداها اليسر بكده بحب ان انا اطعم لها البطاطس بحته زبده. جبت بس طاسه صغيره كده وفركت البطاطس كويس قوي، بقيت انعمها من فوق علشان تبقى معايا زي القرص. وحطيتها في طبق لما اتحمرت من تحت عشان ما تتهرش منك او تتفتفت وانت بتقلبيها بمعلقه. حطيتها على طبق وبعد رحت قلبها على الناحيه التانية. انا عملت اتنين، يعني دول اتنين تمام. وعملت هنا بقى قرص طعميه صغنن كده ليا، عملته عايزه اقول لكم بمعلقه زيت. ما عجبش يسر بصراحه، كلت منه حته وما عجبهاش فسابتها. كلت البطاطس معايا تمام، فقلت مش مشكله، البطاطس مغذيه عن الطعميه كمان عشان فيها بيض وكده فمش مشكله. فطرنا بقى وظبطت الدنيا، وبعدين دخلت على طول على المطبخ. قلت امسك بقى ايه الخضار اللي انا كنت مقطعاه. طبعا انا قطعت الخضار وظبطته والفطار بيستوي، يعني عقبال ما البطاطس كانت بتتسلق كنت انا بقطع بقى الخضار زي ما انتوا شفتوا كده. انا بحب الخضار السوتيه قوي، والحمد لله الحمد لله بقيت بعمله بطريقه حلوه قوي، احلى من طريقه المطاعم كمان. فبقيت بتديله تطعيمه حلوه قوي، وبغير في النكهات بتاعته. يعني بدخل مع الخضار السوتيه نكهات كتير قوي. لو انتوا حابين تعرفوا النكهات اللي بدخلها مع الخضار تخلي طعمه حلو انتوا تاكلوه ولادكم ياكلوه قولوا لي ان شاء الله، وهبقى اعمل لكم كذا نكهه للخضار السوتيه هتعجبكم جدا بصراحه وهتحبوا طعمه. هنا بقى غسلت الكوسه مع الجزر. انا بحط الكوسه مع الجزر عادي جدا، بس بقطع الجزر ارفع من الكوسه عشان هي بتاخد سوا، الجزر بياخد سوا اكتر، فبقطعه اصغر من الكوسه بحيث ان الاتنين سواهم يبقى زي بعض. بصي شغلي دماغك، ما تقعديش تقطعي ده لوحده وده لوحده وده لوحده، لا شغلي دماغك. ده بياخد سوا وده بياخد سوا. قطعي مثلا حاجه اكبر من حاجه وحاجه اصغر من حاجه، هتلاقي الاتنين سواهم مع بعض يبقى زي الفل. غير ان الخضار السوتيه اصلا لازم يبقى فيه جرشه، ما ينفعش يبقى مهري قوي. بس بعد كده بقى مسكت الفلفل كمان غسلته كويس جدا وظبطته، والميه بتاعته تبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، تبقى نازله قشطه. انا بحب قوي مادام هشيل الخضار على الاكل على طول يكون خلاص مغسول زي الفل. مادام هيشال في الفريزر تمام مش هيرجع يتغسل تاني. بس فغسلته بقى زي ما انتم شايفين كده. بصوا الميه قشطه 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 زي الفل زي ما انتم شايفين كده. الف هنا. عايزاكم تعملوا الحاجات دي هتعجبكم جدا والله العظيم. لو انتم كمان عاملين نظام غذائي زي اللي انا بحاول اعمله ده، فالحاجات دي هتفيدكم جدا وهتسد معاكم. غير ان سعراتها قليله ومفيده، يعني احنا عايزين افاده وسعرات قليله، ده اللي احنا بنسعى ليه وهتشبعكم. بصوا بقى منظر الخضار يفتح النفس ومنظر الالوان رهيبه. هنا بقى حضرت كمان الحاجه بتاعت المسقعه. وهنا بقى الخضار غلفته وكيسته وخليته زي الفل. عملت كيسين صغيرين وعملت كيسين كبار بس. وهنا اصلا الفيديو بتاعنا كان خلص. هختمه بقى معاكم بكوبايه قهوه حلوه كده، وكده يبقى اليوم بتاعنا خلص قضيناه كله في المطبخ. يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش اللايك والشير وصلوا على النبي في الكومنتات. خلينا كلنا ناخد حسنات. بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديوهات كتير قوي جايه. مع السلامه.